مساء الخير. أنا اسمي شاهر وأنا شخص كنت مسلم، ورثت المعتقد الإسلامي من أهلي زي كل سكان الدول الإسلامية، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط اللي محاصرة وملوثة بالفكر الديني الإسلامي اللي مخرب عقول المنطقة دي ومخليهم غارقين في الجهل والتخلف والتعصب والخرافة. فأنا في فترة في حياتي بدأت تعدي عليا فترة شك في المعتقدات الدينية الموروثة، وبعد كده قررت اني اكون شخص ملحد وتركت الاسلام بعد ما فكرت كتير، ودرست الاديان بعقل مفتوح، ولقيت ان في حاجات كتير مش منطقية ولا مقنعة. في الفيديو ده عايز اشارك معاكم 10 اسباب اساسية خلتني ارفض فكرة الاديان والايمان باله او خالق. الدين في حقيقته قايم على فكرة السحر والشعوذة مش العلم. كل الاديان بتقول ان في كائن خارق اسمه الله او الرب او الاله، هو اللي خلق كل حاجة من العدم. والادعاء الديني ده ما قدمش اي تفسير منطقي او علمي لطبيعة الكيان ده او مصدر قوته. يعني الكون اتخلق بارادته كده بكون فيكون بدون اي اسباب علمية او ادلة تجريبية. ده معناه ان الدين بينسب كل الظواهر الطبيعية لحاجة شبه السحر والخوارق، بدل ما يكون في تفسير علمي منطقي قايم على الدليل والتجربة. لأن القدرة الإلهية دي هي مجرد مسمى آخر للسحر والشعوذة مش أكتر. الأديان مليانة قصص بتحتوي على خرافات وخوارق ضد العلم. لما تبص في أي كتاب ديني هتلاقي إن فيه قصص كتير كلها أحداث خارقة للطبيعة المؤمنين بيسموها معجزات، زي طوفان نوح، شق البحر لعصا موسى، الإسراء والمعراج، معجزات المسيح وغيرهم. كل القصص دي مفيش أي دليل عليها في الواقع، ولا في أي ظاهرة خارقة للطبيعة العلم رصدها، أو أي دليل يثبت أن الأحداث الخارقة دي حصلت فعلا. يعني الكتب دي بتقدم قصص خيالية على إنها حقيقة، وده كذب وخداع. ولو كان الدين من عند إله فعلا ما كانش هيحتوي على كذب وخيالات وضلالات. الأديان ظهرت من مصادر بشرية بحتة، وده يخليها غير موثوقة. الكتب الدينية كلها اتكتبت بأيدي البشر، ونشرها والدعوة ليها تمت عن طريق البشر برضو. وكل التشريعات والأوامر الدينية جاية عن طريق شخص أو مجموعة أشخاص قالوا إنهم بيتلقوا حاجة اسمها وحي من السماء. بس فين الدليل إن الوحي ده حقيقي؟ مفيش. ليه الإله بيتواصل مع ناس معينة بس؟ مفيش إجابة. البشر ممكن يكذبوا وممكن يدعوا حاجات مش حقيقية، وعشان كده النص الديني مصدره غير موثوق نهائي، خصوصا انه جاء عن طريق ناس ادعوا انهم مميزين عن بقية البشر بدون اي دليل. الدين بيعتمد على المجهول عشان يسيطر عليك. كل حاجة الاديان بتدعيها مؤجلة لوقت مش معروف او ملهاش حضور في ارض الواقع. ده اللي المؤمنين بيسموه الغيب، وده معناه الشيء الغائب اللي الإنسان ما يقدرش يدركه ويستحيل يتوصل إليه، زي الحساب، الثواب، العقاب، الجنة، النار، يوم القيامة. كل الحاجات دي كل ده مجهول بحجة الغيب. طب فين الأدلة؟ مفيش. الدين بيديك وعود بعد الموت أو بيحكي عن حاجات حصلت في الماضي بس من غير أي دليل تاريخي. ده غير إن بيدعي وجود كائنات غير مرئية زي الجن والملائكة، ودي كلها حاجات مش ممكن، مستحيل التحقق منها. وده نفس أسلوب النصابين اللي بيبيعوا الوهم. الدين مش مصدر حقيقي أو جيد للأخلاق. المتدينين دايما بيقولوا إن لازم الدين عشان الناس تبقى أخلاقية، لكن إن في ناس ملحدين عندهم أخلاق عالية جدا، وفي ناس متدينة بتمارس أبشع الجرائم باسم الدين. فالأخلاق أصلا هي شيء نسبي مش مطلق، وبتتطور مع تطور المجتمعات. والفكر البشري أصلا قايم على التعاطف والرغبة في التعايش الآمن، مش الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب. ولو الأخلاق بتيجي من الدين، ليه في تناقضات في الأخلاق بين الدين والدين التاني؟ وليه المجتمعات المتدينة مجتمعات فاشلة ومليانة مشاكل وصراعات؟ لو الدين فعلا هو اللي المفروض يخلي حياتها كويسة، المفروض لو انت مجتمع ديني المفروض تبقى اخلاقي، لكن العكس هو الصحيح. الدين سبب في الحروب والصراعات مش سلامة وأمن المجتمع. على مر التاريخ
معظم الحروب والمجازر كانت بسبب الأديان. الحروب الصليبية، الغزوات الإسلامية، محاكم التفتيش، داعش، الإرهاب، اضطهاد غير المؤمنين. الدين دايما بيقسم البشر لفريقين، مؤمنين وكفار، وده بيخلق الكراهية والعنف. عكس لو الناس عاشت بدون أفكار دينية، هتكون الحياة أبسط وأهدى. فكرة العبادة والتقديس غير منطقية. كل الأديان بتطلب من الإنسان إنه يعبد الإله، يصلي ليه، يسبحه، يشكره، يخاف منه، ويطيعه في كل حاجة. لكن ليه كائن خارق سوبر كامل ومطلق القوة محتاج إن البشر يعبدوه؟ إله عنده القدرة على كل شيء، ليه محتاج يسمع تسبيح مخلوقات ضعيفة زينا ملقاش أي تأثير عليه؟ فكرة إنك لازم تكرس حياتك لعبادة كائن غير مرئي وإلا هتتعاقب، فكرة أقرب للأنظمة الاستبدادية منها لحقيقة كونية. وهي أصلا فكرة بدائية بتصور الله في صورة ملك أو إمبراطور مستبد عايز يخضع الناس ليه. ودي فكرة سطحية وساذجة، وكان سبب انتشارها وقتها هو عدم نضوج الفكر البشري وجهله بحاجات كتير. فكرة الجنة والنار استغلال نفسي قائم على الترهيب والترغيب. الأديان بيستغلوا خوفك وطمعك. خايف من النار لازم تصلي وتصوم عشان تنجو. عايزين الجنة لازم تمشي ورا تعليم الدين حتى لو ضد المنطق. فكرة انك تعيش حياتك كلها في طاعة وخضوع عشان تاخد مكافأة بعد الموت، ده نوع من السيطرة النفسية اللي بتخليك عبد الفكرة وهمية. وهي فكرة مبنية أصلا على خوف الإنسان من الموت والفناء ورغبته إنه يكون خالد بلا نهاية، وإنه يكون عايش في نعيم ورفاهية مطلقة للأبد من غير وجع دماغ والمشاكل الحياتية اللي البشر بتمر بيها يوميا. لأن الإنسان عايز يخلص من الصراعات دي ويعيش حياة رفاهية ما فيهاش أي ألم أو معاناة. والدين نجح في إنه يلعب على العوامل النفسية دي عند الإنسان، وده اللي مخلي الأديان دي لسه مستمرة لحد النهاردة برغم مشاكلها الكتير وعدم منطقيتها، لأنها بتبيع الوهم المطلوب. الكتب الدينية مليانة تناقضات وأخطاء علمية وتاريخية. لما تقرأ النصوص الدينية هتلاقي إن في أخطاء علمية كتير، زي إن الأرض مسطحة، وإن الشمس بتدور حوالين الأرض، وإن الإنسان اتخلق من طين أو تراب. العلم أثبت إن الكلام ده كله غلط تماما، ومع كده الناس بتتجاهل ده ولسه متمسكة بالدين بسبب التلقين وغسيل المخ والوعود الوهمية. تعدد الأديان وكثرتها وتعارضها مع بعض. هنلاحظ إن الفكر الديني متعدد ومتأثر بثقافة وأفكار المجتمع اللي ظهر فيه، وكل دين بيدعي إن هو الصح وإن الباقي غلط ومن صناعة البشر، وهو بس اللي من عند الله. وده كلام مش منطقي. طالما البشر بتقدر تألف وتبتكر أديان كاملة بكتب وقصص وتشريعات، إيه اللي يمنع إن الدين اللي أنت بتتبعه يكون زيه زي الباقي؟ اشمعنى دينك أنت اللي تصادف إنك ورثته من أهلك هيكون هو الصح؟ اللي يمشي على كل الأديان يمشي على دينك برضه. وطالما أنت أيها الشخص المؤمن شايف إن الدين غيرك صناعة بشرية وإن دينك هو اللي صح، غيرك شايف كده برضه بس من ناحية دينه هو، لأن في الآخر كله صناعة بشرية سواء كان دينك أو دين غيرك. في النهاية أنا مش بقول للناس تسيب الدين بالعافية، لكن بطلب منهم يفكروا بعقولهم وإنهم يتخلصوا من العنف والتعصب، لأن الحياة قصيرة وصعبة ومش مستاهلة الهم والقرف ده كله كمان. لو دينك حقيقي لازم يكون منطقي ولازم يكون عندك دليل عليه، لكن لو لقيت ان كل اللي انت مؤمن بيه مجرد كلام بدون دليل، يبقى تستحق تعيد التفكير فيه. فكر، ابحث، ما تخليش حد يفرض عليك معتقداته او اجنداته من غير ما تسأل ليه، فين الدليل؟ لان البحث والتساؤل والتدبر هو اللي بيطور المجتمعات وبيحسن حياتهم، لان احنا في الاخر بشر عندنا عقل وتفكير، مش مجرد قطيع خرفان بتتسق بشوية كلام فارغ وتعليم بداية ساذجة.